من أكتر التجارب المثيرة والمجنونة والغريبة اللي ممكن تعملها في حياتك اللي هتشوفه دلوقتي ده. Okay. احنا بنعمل ايه؟ بنتسلق جبل. ونعمل تسلق للجبال ليه أصلا؟ مش هتفهم ده غير لما تعمله. ولو كنت فاكر ان تسلق الجبال انك تربط نفسك بحبل وتشعلق نفسك في الهواء، فانت فاهم غلط. Alrighty. جربت قبل كده تمشي جوه جبل وتفضل 3 ساعات طالع لحد ما توصل لقمته؟ مش بس عشان تعرف في ايه فوق، لكن متعة تسلق الجبل لا تضاهيها متعة أخرى. حاجة كده شبه متعة الصيد، مش أكل السمك. وما تخافش، مفيش خطورة كبيرة على حياتك. انت بس بتشوف مناظر عمرك ما شفتها قبل كده، وبتمر بتجربة عمرك ما عملتها قبل كده. احنا فين؟ في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية. والجبل ده اسمه ليك 22. ولازم تبقى عارف ان اللي انت شايفه ده الامريكان بيعملوه كل اسبوع تقريبا، عادي جدا عنده. فن الاستمتاع بالحياة. هتعرف ده لما توصل فوق قمة الجبل بعد 3 ساعات وانت عمال تسأل انا ليه بعمل كده، فتلاقي فوق عدد كبير جدا من البشر وصلوا قبلك وعملوا كده قبل. انت مش هتحس اصلا انهم 3 ساعات من كتر الجمال اللي هتشوفه في رحلة الصعود للجبل، حيث الطبيعة ولا شيء غير الطبيعة، والأكسجين النقي جدا، فتحس إن رئتك اتعالجت من كل التلوث اللي دخلها قبل كده. طيب في إيه بعد كل ده؟ تعالى وأنا أقولك. أنت متخيل إن إحنا كده فوق قمة الجبل؟ بحيرة من التلج. On the water. But this is not too deep, so it's darkening. فوق قمة الجبل في اللي أنت شايفه دلوقتي ده. قولي بقى كنت هتعرف إزاي من غير ما تتسلقه؟ ما تخيلتش في حياتي هشوف المشهد ده. أنا إيمان الأشراف، أشوفكم في حكاية جديدة.